جرين هاوس او البيت الاخضر في دبي. تحفه يا جماعه. الاسعار هنا حلوه قوي 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 وخامات عاليه جدا جدا. الاسعار ما بين 3 درهم لحد 25 درهم. بالنسبه للستات والناس الستات اللي كمان بتحب تلبس عبايات، خامات حلوه قوي. هات يا محمد الحاجات دي 25 درهم بس. 25 درهم. والعبايات السوداء كمان. دريس. الخامة حلوة قوي 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 قوي. جرين هاوس او البيت الاخضر في دبي الديرة. تعالوا. انا الحقيقة اتفاجئت بالمكان ده. ده مش دعاية طبعا، انا ما اعرفش اصحاب المكان ومش متفقه معاهم على اي حاجه. انا بس كنت قريبه من المكان ده في دبي. فحبيت ادخل على اساس ان انا هشتري لعب اطفال، لان هو مول فيه كل حاجه. فطبعا اتفاجئت ان في حاجات حلوه جدا جدا جدا، لبس شيك قوي ومن كل الدول. طبعا عبايات احنا كل ستاند بيبقى من دوله معينه، يعني في من باكستان، في من الهند، افغانستان وبنجلاديش. تعالي يا محمد. هنا طبعا في ملابس اطفال، ملابس كبار، حريمي رجالي. طبعا جيب الناس جيبه بنطلون. شوفوا الستاند ده 15 درهم. اي حاجه هنا 15 درهم. طبعا دي بنطلونات خروج اهي، خامه حلوه جدا. اهو السعر اهو، كل الالوان وكل المقاسات وبسعر رخيص بصراحه. طبعا ده بشكير. ارجع كده. بس طبعا البشكير بيتقفل بكبسوله اهو. عايزه اوريكم الاسعار. بصوا 15. كل الاسعار ما بين 3 درهم لاغلى حاجه 25 درهم. اغلى حاجه 25 درهم. بصوا الستاند ده، الستاند ده 9 درهم. 9 درهم. تعالوا نشوف ايه اللي ب 9 درهم. اهي دي جيبه من قماشه كتان، تحفه. شوفوا الجيبه جميله جدا في اللبس والوان كتير جدا منها. ده بالنسبه للتصميم ده. من بعيد يا ابني، من بعيد. تعالوا شوفوا الستاند الثاني. جيب برضو دي الالوان بتاعتها. تسعة درهم. كبات. نشوف الكبات دي انت عايز ب 10. الدرس ده تخيلوا كام؟ 20 درهم. شفتوا الشياكة والجمال بتاعه وانا ماشية. بصوا شوفوا الفستان ده، خامات عالية وتحفة تجنن. اجي لو صار يا محمد. فساتين دبي يا جماعة، دبي. جدا جدا جدا. أبينا نزواجة. نزواجة بيني. أو أبيش كده. عشان يبان، عشان يبان. أنت كده بتقرب قوي مش باين. دايما ابعد عشان تجيب الحاجة كلها. السلوبتات ماما قول شوف السلوبتات دي. تعالي. والسعر هنا ايه؟ شوف اهو صورة. 10. ده بنات ولا ولاد؟
ب5 درهم فقط. اي تيشيرت هنا ب5 درهم. تعالوا نشوف الحاجات اللي موجوده. بصوا، قطن من خامه عاليه جدا جدا ب5 درهم. نعم، 5 درهم فقط. اي حاجه 5 درهم. في جرين هاوس، البيت الاخضر في دبي، ديره. صناعه الامارات العربيه المتحده. ده ستاند الشنط. في شنطه هنا الحقيقه عجبتني جدا يا بناتي. اهي من بعيد، دايما من بعيد. شايفين الشنطه؟ الخامه حلوه قوي قوي. شنطه على شكل شبشب. شنطه بناتي. دي كل الستاند ده كله بناتي. شنطة بوبل. بابل ورا. تعالوا شوفوا البوكات دي. اي بوك هنا ب5 درهم. شايفين البوك الجميل ده ب5 درهم بس. اهو بصوا من جوه الشكل عامل ازاي. شايفين الشكل؟ يشيل كل حاجه معاكي. 5 درهم بس. زائد ان في اشكال تانية كتير اهي، وفي كبير طبعا وفي صغير. افتح الفجاء اهو ده له قصير اهو. وحاجات تانية اهي 5 درهم. طبعا دي الشباشب. شباشب بصوا، ده توبي. زائد ان الخامة عالية، زائد ان التصميم والشكل والكواليتي حلوة وعالية جدا جدا جدا. الشبشب هنا درامين اهي. بصوا شباشب الواحد بدرامين. دلوقتي هاخدكم وننزل لتحت الدور اللي تحت. فيه العاب الاطفال وفي الادوات المنزليه وفي كل احتياجات البيت من معدات وادوات. طبعا نزلنا على الدور اللي تحت. هنشوف الادوات المنزليه ونشوف احتياجات المطبخ، زائد شنط المدارس وكل المفروشات. بصوا انا عايزه اوريكم السعر. 3 درهم. 3 درهم. اي حاجه هنا 3 درهم. الدفايات طبعا دي اعلى حاجه في القطيفه. دي سعرها، دي عليها السعر اهو، 31 درهم. 31 درهم. طبعا دي كواليتي عاليه جدا جدا. طبعا دي حاجه من حاجات المطبخ انا هوريها لكم دلوقتي. بس احنا راكبه كده. شايفين في فتحه هنا اهي، هننزل منها الخضار اللي احنا عايزين نقطعه. ماشي، ده زرار الباور هندوس عليه كده. طبعا احنا واحنا بنستخدم مش هينفع، لازم تكون عدله كده عشان ننزل الخضار من هنا وهي تقطع. وراها ايه بقى؟ وراها الفرشه دي. وراها الفرشه دي هدوس الصب ورا كده علشان التنظيف. استنى يا محمد.
وراها دي قطعه تانية اهي، تاني قطعه. وراها دي على اساس انها تاني قطعه برضو. دي ممكن نستخدمها احنا كده، هنمسك البطاطس كده في ايدينا ونستخدمها كده. تمام. وفي دي للتنظيف معلقه علشان نطلع بيها الحاجه، وفيها الوصله بتاعت الشحن بتاعتها. كل ده بكام؟ تخيلوا كل ده بكام؟ 4.99، يعني نقول 5 درهم. مكنه تقطيع وعصر 5 درهم. تعالوا بقى اوريكم باقي الحاجات. ده مضخم صوت، الحجم ده مضخم صوت. طبعا احنا لو شغاله هنعمله كده. كليكون، نوع كليكون ب 21 درهم بس. طبعا في حاجات تانية اهي. ده مضخم صوت كده، الاحجام الصغيره دي اهو. وفي هو ده اللي احنا فاتحيناه عشان يوري لك الصوت هيبقى عامل ازاي. هنكمل بقى ادوات المطبخ.